الأرض أجدبت وجفت مياه الغدير، ماتت الأشجار وانتحرت شجيرات الشيح، كرحت المراعي، حزن الشيخ الراعي، ذلك البدوي الفقير، كم يعذبه وهو يرى شويهاته الهزيلة تلملم أطراف الوادي، متمددة تجتر بقايا الحلفاء اليابسة، حالمة بأكواب التبن والشعير، فيعود كل مساء ليرمي بهيكله المتعب إزاء خيمته البالية. يرقب الأنواء والقمم العالية، عله يرى سحابة كخيمته في السواد تتهادى وتنساب قطراتها وتسري في كل الأرجاء، تروي الثرى وتملأ المصبات ماء غدير، تبلل بقايا عشب يشكو لفحة الهجير. وخلصت لف السواد كل الفضاء في شغف، أبرقت السماء، هو سبح الرعد بحمد ربه، الشيخ يبتهج لزخات المطر ويهرع للشياه قبل أن تتحول القطرات إلى شلال، يسوقها ويهش عليها بالعصا، يدخلها على غير عادتها في لمح البصر، ينقذها من المطر، لكن لم يكن في مقدوره إنقاذ وحيده من الصاعقة التي لا تلبث أن تسقط من السماء صحبة رعد شديد. بعدما سئمت الاعتناق خلف مسن بريئة ناقمة من طفل لا ذنب له، فأصابت مبتغاها حين صدمته وهو محتم بشجيرة السدرة المجاورة، وببراءة يشاطر الأرض عرسها بالمطر فدسته بركام رمادها. وبعد الفاجعة حبس المطر، ولكن دموع الفقير ظلت منهمرة، وهو يخرج مصابه بمفرده جثة هامدة، بل أشلاء تشمئز لها النفوس، وهو يلملمها بحسرة وأسى، متمنيا من خالقه لو أجل الغيب إلى